بالدليل فضائح تحكيمية في مباراة الزمالك والجونة، وفضائح تحكيمية في مباراة الأهلي والحرس. الزمالك بيفقد نقطتين بتعريض الحكام، أما الأهلي فبيحصل على 3 نقاط برضه بتعريض الحكام. تعالوا نشوف مع بعض أغرب الحالات اللي كانت ممكن تأثر على مباراة الزمالك والجونة وكمان مباراة الأهلي وحرس حدود. الأول نتكلم عن لقطة مهمة جدا في مباراة الزمالك والجونة، لقطة يمكن محدش خد باله منها ومحدش علق عليها كتير. نشوف مع بعض كده كارت أصفر لحارس مرمى الجونة في هجمة وانفراد. نشوف مع بعض كده الكرة دي زي ما حضراتكم شفتوا كده، حارس المرمى اتحسب عليه مخالفة وحصل على كارت، مع العلم ان حارس المرمى بيخرج بره منطقته، منطقة الجزاء، منطقة الحماية، وبيرتكب مخالفة ضد مهاجم الزمالك. مهاجم الزمالك اللي كان انفراد كامل بالمرمى، وقال لك اصل المهاجم كان رايح على جنب. خلاص، ما هو عدى من حارس المرمى، الجون فاضي قدام منه، رايح على جنب ولا رايح على عرض ولا طالع فوق ولا نازل تحت منه للمرمى. المهم ان الكرة دي اتحسبت كارت اصفر فقط. طب نشوف الكرة دي لما كانت على نادي الزمالك في مباراة البنك الاهلي، وكان عواد هو حارس مرمى نادي الزمالك. شوف كده مع بعض الكرة، نفس الكورة في نفس المكان بنفس التفاصيل، وهنا عواد بيحصل على كارت أحمر. المعايير بتختلف لما بيكون الزمالك هو المتضرر. طب نروح بقى لمباراة الأهلي وحرس حدود. ضربة جزاء، نادي الأهلي بيستطيع إحراز هدف التعادل منها، وزي ما حضراتكم شايفين كده الكورة ما تعرفش حاجة عن ضربة الجزاء. يعني ممكن اللاعب ياخد جايزة احسن غطاس، ده وارد، انما تتحسب ضربة جزاء؟ طبعا ما تتحسبش الا النادي زي النادي الاهلي. اما الكرة التانية وهي كرة الهدف الثالث للنادي الاهلي، نشوف مع بعض كده ياسر ابراهيم متسلل لحظة خروج الكرة، وكمان الكرة بعد كده بتخبط في العارضة وبترد في جسم ياسر ابراهيم وبتدخل المرمى. هنا بقى حكم الفار قرر ان هو يشيك على الكوره، يشوف الكوره لمست ايد ياسر ابراهيم ولا لا. طب بالنسبه للتسلل مفيش كلام. يقوم مخرج المباراة يعيد الكورة بعديها بحوالي 5 أو 6 دقايق بعد ما ظبط الخط بتاعه، وما عملش خط أحمر ولا خط أزرق ولا الكلام ده كله. يقوم المعلق يقول لك اهي الكرة اتعادت لنا تاني، وادي الخط، والكرة ما فيهاش تسلل، عشان الناس اللي هتطلع وتقول ان الكرة تسلل بعد المباراة. ما انت عارف انها تسلل، هتطبل على ايه وهتعرض على ايه؟ جمهور الزمالك من امبارح يعني بينتابوا غضب شديد بعد التعادل امام الجونة، وشايف ان الزمالك بيفرط في صدارة الدوري. شيء طبيعي ان الزمالك هيخسر وهيتعادل وهيكسب زي الاهلي ما بيخسر وبيتعادل وبيكسب. المهم ان انت تستفاد من اخطاء كل مباراة وتركز في المباراة اللي جاية. مباراة الجونة كان عندنا اخطاء فنية من المدير الفني اللي عمل تغييرات كلها غلط فغلط فغلط، ادت لتعادل نادي الزمالك. خلاص مباراة وعدت، وانت لسه متربع على عرش جدول الدوري. نادي الاهلي حتى لو كسب مباراته معاك، فالنادي الاهلي هيفضل خلفك بنقطتين، يعني انت ما عندكش اي مشاكل، والافضلية لنادي الزمالك. فالمفروض ان احنا ندعم نادي الزمالك بدل ما نهاجم ونقف ضد اللعيبة. اللعيبة محتاجة مننا الدعم في اللي جاي. مباراة مهمة جاية، وهتلاقي كل الاعلام الاهلاوي بيحاول يسخن جمهور الزمالك على لعيبة نادي الزمالك. ليه؟ لتشتيتهم داخل مباراة النادي الاهلي. كان عندك غيابات في مباراة الجونة، وقدرت ان انت تتفادى وتتجاوز كل الغيابات في الشوط الاول. تغييراتك ما كانتش في محلها، هي دي اللي عملت معاك مشكلة. نتفادى المشكلة اللي حصلت في مباراة الجونة في مباراة الاهلي، والزمالك افضل، والزمالك قادر باذن الله على حصد ال3 نقط في مباراة الاهلي، الا في حالة التحريص للنادي الاهلي. هي دي
اللي انت تخاف منها في المباراة.